غرفة الأطفال تصمميها ازاي وتعملي ايه وما تعمليش ايه؟ أنا سارة من فريق كار منزل، والنهاردة هنتكلم معاكي في نقاط مهمة عن تصميم غرفة أطفال شيك وآمنة وفي نفس الوقت عملية. آخر نقطة مهمة جدا جدا جدا، ولو هتطلعي بحاجة واحدة بس من الفيديو ده أو معلومة واحدة أو فكرة واحدة هتبقى هي النقطة دي. أول نقطة هنتكلم فيها هي الثيم أو الطابع العام للغرفة. اهتمامات الأطفال بتتغير سريعا جدا جدا، يعني الحاجة اللي طفلك أو طفلتك معجبين بيها جدا النهاردة ممكن بكرة تكون مش عاجباهم خالص. فبننصحك ان طابع الغرفة العام او الثيم بتاع الغرفة العام يكون تايمليس، يعني حاجة ما تحتاجيش تغيريها مع الوقت. طيب لو طفلك او طفلتك بيحبوا حاجة معينة او شخصية كرتونية معينة وهكذا، تعملي ايه؟ ممكن جدا تدخلي الشخصية دي او الحاجة دي اللي طفلك بيحبها في مثلا حاجات بسيطة زي المخدات او مثلا قطع فنية، الاكسسوارات وهكذا، بحيث ما تحتاجيش تغيري الغرفة كلها مع الوقت لما اهتمامات طفلك او طفلتك تتغير. تاني نقطة، استثمري في قطع أثاث يقدر حجمها يتغير مع الوقت أو مع الوقت تستخدميها استخدامات مختلفة، زي مثلا سرير تقدري تكبري أو تصغري حجمه، أو مثلا وحدات للتخزين تقدري تستعمليها دلوقتي في تخزين الألعاب، وقدام إن شاء الله لما الأطفال يكبروا يقدروا يستخدموها في حاجة مثلا زي تخزين الكتب. تالت نقطة هي التخزين والاستغلال الأمثل للمساحات. أطفال يعني حاجات كتير، يعني ألعاب، يعني هدوم، يعني متعلقات كتير، فمهم جدا يكون عندك أماكن كتيرة للتخزين في غرفة الأطفال، زي مثلا سرير أدراجه بتتفتح، أو وحدات تخزين زي ما اتكلمنا قبل كده، أو ممكن برضو أرفف. رابع نقطة، شجعي أطفالك إن هم يشاركوا في الاختيارات أو في بعض الاختيارات في الغرفة بتاعتهم، طبعا لو سنهم يسمح. ده هيديهم إحساس بإن المكان ده فعلا بتاعي، وهيديهم إحساس كمان بإن هم مبدعين. الاختيارات مش لازم تكون كبيرة، ممكن جدا تكون اختيارات بسيطة زي مثلا لون الملاية، لون المخدات، لون واحدة من الحوائط أو الأكسسوارات أو لوحة فنية أو قطعة ديكور. رقم 5، ضيفي تفاصيل خيالية في غرفة أطفالك. طبعا الأطفال خيالهم واسع جدا وبيبقوا مبدعين بطبعهم، فلما تضيفي تفاصيل خيالية في الغرفة زي مثلا سقف على شكل السماء والنجوم والكواكب، أو مثلا إنارة شكلها مرح، الحاجات دي كلها بتخلي الأوضة مرحة أكتر وتحفز عند طفلك الإبداع والخيال. النقطة رقم 6، وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا، يعني مش هنعرف نعمل عليها ستريس كفاية، ان انتي لازم تحطي اولوية ان غرفة اطفالك تكون امنة. تقدري تحققي النقطة دي بحاجات زي ان انتي مثلا تزقي كل الاثاث الكبير يبقى لازق في الحيطة، ان انتي تستخدمي سجاد ما بيتزحلقش. لو اوريدي اشتريتي السجاد وحاسة ان هو بيزحلق، في حاجات بتتلزق في السجادة من تحت في الكورنرز بتخليها ما تزحلقش. واختاري اثاث الاحرف بتاعته مدورة مش حادة، لو فعلا خلاص اشتريتي الاثاث والاحرف بتاعته حادة او حاسة ان هي هتكون مش امنة، في برضو حاجات بتتلزق على الاحرف عشان تخليها مدورة وتقلل حدتها. قوليلنا على افكار نفذتيها في غرفة اطفالك وكانت فعلا ناجحة، وكمان قوليلنا لو في نقط تانية عايزانا نتكلم فيها في موضوع غرفة الاطفال.